السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم معنا في هذا المقطع. نتكلم فيه عن هذا البيان حول العطل المدرسية السنوية 2024-2025، وهذا البيان صدر في الصفحة الرئيسية لوزارة التربية الوطنية. بيان حول رزنامة العطل المدرسية للسنة الدراسية 2024-2025 صدر اليوم 24 أكتوبر 2024 طبقا لأحكام المادة 31 من قانون 0304 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق ل 23 جانفي سنة 2008 المتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، وبناء على القرار المؤرخ في 6 أكتوبر 2024 الذي يحدد رزنامة العطل السنوية المدرسية للسنة الدراسية 2024-2025. تعلم وزارة التربية الوطنية أن العطل المدرسية للسنة الدراسية الجديدة حددت كما يلي: عطلة الخريف من مساء يوم الثلاثاء 29 من شهر أكتوبر إلى غاية صبيحة يوم الأحد 3 نوفمبر 2024. عطلة الشتاء من مساء يوم الخميس 19 ديسمبر 2024 إلى صبيحة يوم الأحد 5 جانفي 2025 صباحا. أما عطلة الربيع لجميع المناطق ستكون يوم الخميس 20 مارس إلى غاية صبيحة يوم الأحد 6 من أبريل 2025. وعطلة الصيف بالنسبة لجميع المناطق بالنسبة للأساتذة ابتداء من مساء يوم الخميس 10 جويلية 2025. تبدأ عطلة الصيف بالنسبة للإداريين بعد انتهاء من كل العمليات المتعلقة بنهاية السنة الدراسية بما فيها اجتماعات مجالس القبول والتوجيه ونشر نتائج الامتحانات الرسمية وتسليم الوثائق المختلفة للتلاميذ وكل العمليات المتعلقة بالدخول المدرسي، وتحدد كالتالي: المنطقة الأولى والثانية ابتداء من يوم الخميس 24 من شهر جويلية 2025. أما المنطقة الثالثة ابتداء من يوم الخميس 17 جويلية 2025. هذه هي الرزنامة التي صدرت عن وزارة التربية الوطنية هذا اليوم، رزنامة الحقيقية. هذا هو الخبر الحقيقي الذي نزفه لكم عبر هذه القناة. أعزائي المشاهدين، سنسعى دائما معكم في كل جديد، سنسعى جاهدين دائما إلى تقديم الخبر الحقيقي والرسمي من الصفحة الرسمية لوزارة التربية الوطنية.